كل سنة وانتوا طيبين. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. خلاص فاضل اسبوع ويهل علينا شهر الخير. طبعا ان شاء الله زي النهارده هنكون بنتسحر، وهنتسحر الفول المدمس بتاع البيت، حاجه كده تحفه. هنا معايا نص كيلو فول بلدي نقعاه قبلها باكتر من 8 ساعات، ومعايا هنا فول مدشوش نقعاه بقاله بتاع ربع ساعه، ومعايا هنا جزره بشراها، ومعايا ربع ليمون عشان الليمون كبير قوي فواخده منها قطع صغيره، ومعايا هنا 3 معالق عدس اصفر برضو غسلته كويس جدا، بس ده بقى ما نقعتهوش. يلا بينا هنشوف هنعمل فيه ايه. طبعا الطريقه دي هيخليكي تستغني عن اي طريقه فول هتاكليها من بره، لان فعلا طعم الفول بره دلوقتي بقى وحش جدا جدا جدا. عندك دماسه، عندك فواله، عندك حله، امشي باللي عندك هيقضي وهيشتغل وكل حاجه هتقول تمام جدا. طبعا هنا انا معايا حله ألمونيا زي ما انتوا شايفين طبعا، وهنا فضيت فيها الفول بتاعي، وبعد كده نزلت عليها بالفول المدشوش برضو نقعاه نص ساعة او تلت ساعة، مش هيكتر عن كده. وهنا معايا جزر انا بشراه، هي جزرة واحدة بس انا بشراها وايه وغسلها طبعا، فعشان كده كانت لازقة في الطبق. وبعد كده هبدأ هنزل بالعدس بتاعنا. بصي بقى، ولا تقولي توم ولا تقولي بصل ولا تقولي قوطه، انت مش هتطبخي، انت بتعملي فول. الفول ده على قديمه، يعني حاجه على اصولها. ولا توم بقى ولا بصل ولا قوطه ولا اي حاجه، ولا حتى هنحط له نشا. طبعا هنا كانت الميه بتاعته قليله، فطبعا هنا انا زودتها. وهبدا بقى طبعا انا كده ايه، هحط ربع الليمونه بتاعتي، حابه تحطيها سليمه كده، حابه مش حابه تقدري انك انت تعصريها. انا في الاخر سبتها تاخد اول غلوه كده، وبعد كده عصرتها. طبعا هنا كان في نص طريق التسويه بتاعه، فببص عليه لقيت ميته نشفت. هنا بقى هتحطي له ميه سخنه، اوعي تحطي له ميه ساقعه عشان ما يجرمش معاكي، تحطي له ميه سخنه. وهتفضلي بقى متابعه عليه، وهتحطيه على نار شمعة هادية جدا 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 جدا. هياخد معاكي وقت قد ايه؟ هياخد من 4 ساعات ل5 ساعات، ممكن كمان يوصل ل6 ساعات. هنا بقى هنفتح بقى ونبص عليه، هنا لقيته بسم الله ما شاء الله حاجة كده عسل. انا ولا حطيت له لون ولا حطيت له اي حاجة، فعلا طلع لي هو ده في الاخر اللون بتاعه نفس لون المحلات. طبعا لو انت حابة تحطيه في، لو انت حابه يبقى اصفر شويه تقدري انك انت تحطي معلقه كركم في شويه ميه وتدوبيها وتنزلي بيها. حابه تحطيه، حابه يبقى احمر، بصي زبده، بصي عمل ازاي، تحفه تحفه تحفه. لو انت حابه يبقى احمر ممكن تحطي له نص طماطميه، بس الطماطم ما بتخليلوش روح خالص، يعني بصراحه بيبوظ بسرعه. وطبعا ده انا عملته وحطيت منه بقى ايه في الفريزر لحد ما ربنا يسهل ونعمل ايه كمان مره بصراحه، ولا هيخليكي تفكري تشتري تاني من بره خالص. طبعا هنا علشان طبعا يعني اسهل طريقه زيت وليمون دي عملناها، لكن هو الفول مش زيت وليمون وبس، لا ده لسه فيك حاجات كتير وخطوات كتيره جدا جدا للفول، اكيد هنعملها مع بعضنا في السحور. طبعا انا عايزه بقى لايكات واشتراكات، واللي ما اشتركش في القناه يشترك تاني. وكل سنه وانتم طيبين، ودمسي الفول في بيتك هيطلع مفيش احلى منه، جميل جدا جدا، وهتجربيه وهتعمليه تاني. كل سنه وانتم طيبين.